السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الليمون المخلل بطريقه جميله. الليمون بتاعي اللي مشهوره بيه بجد بعمله بطريقه حلوه جدا وممتعه ان انت تاكلي فيه كتير جدا يعني. بس خلي بالنا بقى كمان من الاملاح علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، نعمل حبه حلوين كده. هقول لكم هنا الليمون اول حاجه اما نجيبه، نجيب الليمونه اللي قشرتها ناعمه، الليمونه طريه وتكون قشرتها ناعمه كده تبقى حلوه. تمام، جبتهم غسلتهم كويس جدا، حطيتهم في حله على النار. أول ما أبدأ ألاقي إن الليمون بتاعي فتّح بالشكل اللي أنتم شايفينه كده قدّام الكاميرا، بُصّوا باورّيكم أهو الليمون يكون فتّح لوحده من غير أي حاجة. المَيّة ما فيهاش أي حاجة، المَيّة عادي من الحنفية، حطيت فيها الليمون قعد يغلي مع نَفْسه كده لحد ما فتّح. أسيبه 5 دقايق أو 7 دقايق بعد ما يبدأ الليمون بتاعي يفتّح كده، وأقوم بقى سايباه أقفل عليه النار وأسيبه لحد ما المَيّة تهدى خالص. ممكن تسيبيه لتاني يوم وتعملي تاني يوم، ما فيش أي مشكلة. بعد ما سِبت الليمون بتاعي وهدي خالص كده، آجي بقى من الحتّة اللي فتحت كده وأقوم فاتحة الليمونة علشان أمّا نيجي نحشيها بقى بالحشوة الجميلة بتاعتنا اللي إحنا هنعملها. هنا بقى بافتّح بكده الليمون زي ما باورّيكم الحتّة اللي بتبقى مفتوحة، ونبدأ نشوف بقى بعد ما خلّصنا الكمية الحشوة بتاعتنا هنعملها إيه. هاقول لكم مقادير كيلو: معلقتين كبار من هريسة الشطة، معلقتين كبار من حبة البركة، هنحط معلقتين ونُص كبار من العُصفر، تمام، ومعلقة ونُص كبيرة من الملح. والملح دايمًا باقول لِك حسب الرغبة، دوقي ملحها وشوفي. هناخد شوية مَيّة بقى من بتاعة الليمون، حابة تعملي بقى مَيّة من الحنفية، بس أنا باحب أحط مَيّة الليمون. بُصّي، ولا تقولي بتمرّر ولا المرارة بتاعة الليمون نزلت فيها، ما فيش الكلام ده خالص. هاقلّب بقى الخلطة دي كويس جدًا، وبعد كده نجيب البرطمان بتاعنا بقى اللي هتعملي فيه، اعملي فيه الكمية اللي أنتِ حاباها، تمام. أنا جِبت هنا عملت الكمية بتاعتي، وبابدأ أحشي الليمون زي ما أنتِ شايفة كده بنفس الطريقة. تحشي الليمونة حلو كده، عايزة تكتّري فيها الحشو، عايزة تقلليها براحتك. حابة تحطّي عصير ليمونتين على التتبيلة دي، ممكن نحط عصير ليمونتين. أنا هنا باحب أحط إيه، قرنين فلفل كده، لكن ما حدش عندنا أوي بيحب الفلفل، فباحط قرنين بس صغيّرين كده إيه، ياخدوا بقى لحد ما البرطمان يخلص تلاقي القرنين دول استووا كده وحلوين أوي. لو أنتِ عايزاهم يستووا على طول ممكن تحطيهم يغلوا كده شوية في المَيّة وتقومي حاطاهم. نبدأ بقى نسقي الليمون بتاعنا، نحط المَيّة. هنا عملت شوية ملح لإن أنا حسيت إن هي عايزة ملح، فرُحت جايبة معلقة ملح كمان ورُحت حاطة شوية من المَيّة بتاعة الليمون وقلّبتها كويس جدًا، وأكمّل بقى البرطمان بتاعي. هنا كمّلت البرطمان بتاعي، امسكي البرطمان بقى وابدئي رُجّيه كويس جدًا. تمام، بُصّي اللون بقى خَد والحاجات الجميلة، ابدئي بقى نزّلي الليمون بتاعِك كده في المَيّة تاني، علشان أنا عايزة إيه، الليمون بتاعي تبقى المَيّة مغطية وشه. ونبدأ ربع كوباية من الزيت أقوم حاطاها على وش البرطمان وتسيبي بقى البرطمان بقى. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله بقى مع الجمال ده، وأسيبكم أقول لكم مع السلامة.